في الوقت اللي كانت لبنان بتعاني فيه من أحداث مضطربة مقسمة البلد، كانت وصلات رأس هويدا الهاشم بمثابة المسكن اللي بيدوب مخاوف الصغير قبل الكبير وبياخده في عالم بعيد بمجرد ظهورها على الشاشة. شهرتها كانت في الوطن العربي كله، بس فجأة اختفت وانتشرت حكاية اعتزالها وتغطية شعرها لحد ما قررت ترجع وتوضح سبب اعتزالها لحوالي 15 سنة. الرقص ما كانش مجرد مهنة اختارتها هويدا الهاشم، ده شغف اتولد جواها من قبل حتى ما تعرف تتكلم وتعبر. فوالدة الرقاصة اللبنانية أكدت لها إن من وهي عندها سنتين كان لازم تهز نفسها على السرير حوالي ربع ساعة لحد ما تروح في النوم. الموضوع بدأ يتطور معاها كل ما تكبر، وبقت الراعي الرسمي لكل الاحتفالات العائلية من وهي عندها 8 سنين. أهل هويدا اللي بترجع جذورها لمشايخ قرية عقورة اعترضوا طريقها لما بدأت تحترف الرقص الشرقي من وهي عندها 13 سنة، إلا إن أمها وقفت لهم. فوالدة هويدا بتعشق الفن وصوتها حلو وكان نفسها تغني، ولما ظروفها منعتها تحقق حلمها شافت نفسها في بنتها وخيرتها ما بين احتراف الرقص أو الجواز والقعدة في البيت. بس طبعا اختيار هويدا كان واضح من البداية. برامج تلفزيون لبنان المنوعة كانت السبب الرئيسي ورا شهرة هويدا، كانت تطلع تقدم وصلتها فيتجمع الكل يشوفها بالرغم من الظروف القاسية اللي كانت عايشاها البلد في منتصف الثمانينات. ولعب سيمون أسمر دور كبير في إبراز اسمها على الساحة. أكتر حركة استعراضية اتشهرت بيها هويدا كانت الرقص بالعصاية، فكان عندها القدرة تحرك العصاية بشكل دائري بمعدل 40 دورة في ال10 ثواني، يعني حوالي 4 دورات في الثانية. نقلت الرقص الشرقي في لبنان في حتة تانية، وكانت مطلب جماهيري في فنادق القاهرة وغيرها من عواصم الدول العربية. أسطورة الرقص الشرقي، درة الرقص الشرقي، شهرزاد الرقص الشرقي، كلها ألقاب طلعت على هويدا في عز مجدها، لدرجة إن النجمة الكولومبية ذو الأصول اللبنانية شاكيرا لما زارت لبنان طلبت من الفندق اللي نزلت فيه شرايط لحفلاتها عشان تتعلم حركات رقص شرقي منها. وعلى عكس كتير من راقصات جيلها، هويدا كانت بترفض تطلع ترقص على ترابيزات حضور حفلتها، وبتمنع حد ينقطها على المسرح أو يعني يرمي عليها فلوس. وده بعد موقف اتعرضت له وكشفت كواليسه وقالت: لما برقص الناس بتتبسط وكل واحد بيكرمني بطريقته، اللي بيلبسني ذهب واللي يديني ألماظ، بس في حفلة الناس اتجننت وتحول المسرح كله لفلوس. الموسيقى شغالة وأنا واقفة فكرت مع نفسي وقلت حرام أرقص وأدوس على فلوس ربنا بيبعتها لنا علشان ناكل ونشرب، ومن ساعتها منعت الموضوع ده من كل حفلاتي. في نهاية التسعينات اختفت هويدا تماما من الساحة، وانتشر خبر جوازها من ساري خليجي وقرارها بتغطية شعرها واعتزال الرقص. 15 سنة كاملة بعدت فيهم الفنانة عن أضواء الشهرة والنجومية، وفجأة قررت ترجع في 2016، مش بس كاسم فني ولكن بالفعل رجعت تقدم حفلات راقصة من تاني. ووضحت كواليس غيابها وقالت: كنت ناوية أخد استراحة محارب من السفر والشغل، بس النصيب جه واتجوزت رجل أعمال خليجي، وبعدين انفصلنا، وبعده رجعت اتجوزت من رجل إنجليزي وعشنا في قبرص، وأنجبت منه ابني الوحيد شيربل واتفرغت له. وبعد ما كمل 8 سنين بدأ يدرك أنا مين ويشوف حفلاتي وطلب مني أرجع للفن والرقص. ولما شجعني رجعت، خاصة إن عمر شغفي للرقص ما قل طول فترة غيابي عنه. حاليا هويدا مستقرة مع ابنها في إنجلترا، وفي أحدث ظهور ليها مع الإعلامي هشام حداد فاجأت الكل برشاقتها المعهودة بالرغم من تخطيها ال50 من عمرها. وعن سر احتفاظها بنفس طلتها من بداية ظهورها لدلوقتي، قالت: بمشي كتير وباكل أكل صحي ومستحيل أقرب من عمليات التجميل.